بصوا دي وجبة كانت في التلاجة بس انا قعدت تدويرها. هقول لكم ازاي، تعالوا بقى معايا نشوف هنعملها ازاي. انا جبت طاسة، حطيت بصوا معلقة صغيرة من الزيت زي ما انتم شايفين. دي كانت وجبة في التلاجة، دي قطعة الفراخ اللي كانت سايبينها لي. ده كانوا جايبين وجبات بالليل بس انا طبعا ما باكلش بالليل، بما اني بعمل دايت صيام المتقطع. فصراحة محتارة اعمل غدا ايه، فلقيت دي الوجبة في وشي. فقلت اعيد تدويرها. هي فراخ كده مع رز بسمتي. بس فحسيت ان هي ما فيهاش فايدة، فقلت ايه، يلا اعلي القيمة الغذائية. جبت بصلاية حلوة كده صغنونة، قطعتها شرايح، نشوحهم بعد ما شوحنا الفراخ مع الباربيكيو صوص. بيدي طعم حلو جدا. بصوا انا ما زودتش ملح. هنشوف الطعم في الاخر ونشوف اذا احتاجنا. شوحت البصلايه كده. هحط عليهم الفلفلايه الاصفر. كان في فلفل احمر بس ما لقيتش، يعني اللي موجود شغال. هنديهم تشويحه كده مع بعض عشان ياخدوا ميكس الطعم من بعض. قولولي بقى لو انتوا زي حالاتي كده بتعملوا دايت، بتعملوا اكل ايه، وايه الاكلات اللي تحبوها. على فكرة الدايت ده مش حرمان، هو اسلوب حياة. لو اتعودتي تاكلي الاكل بحساب وبمواعيد، هيبقى ده ستايل حياتك. وهناكل حاجات حلوة كمان. بصوا انا حطيت بعد الفلفل حمص كان عندي عاملينه حلبسة. خدت منه معلقة كده صغيرة وشوحتهم على بعض. بعد كده ادي الوجبة، شايفين الرز البسمتي الملون حطيتهم. بصوا انا حطيت سنة مية من مية الحمص وخليتهم يمكسوا مع بعض، وحطيت حبة ملح صغيرة عشان كان طعمهم عادم. بس هضيفهم بقى في الطبق. الريحة يا جماعة خطيرة خطيرة، لازم تجربوا الوجبة دي. احط بقى شريحة الفراخ على الوش كده، وشوية بقدونس نجرنش بيهم الطبق. ما احنا لازم يعني هناكل، فلازم الطبق يكون شكله جميل. فدي وجبتنا. قولولي بقى اذا عجبتكم، لايك وشير، وما تنسوش. باي باي.